لو واحد جابها هيكسب، لو واحد جابها والله هيكسب، لو جابها تجاره حتى. الإضاءة بس، الإضاءة ولع كل النور، ولع النور كله. هو ده الواحد اللي احنا بنتكلم فيه ان الإضاءة اترفعت كله كلها، ان السقف بتاع المسجد ده كان المفروض الباب ده باب السطح. باين ده، باين ده الباب الصغير ده بيسميه باب السطح اللي كان بيطلع عليه المؤذن ويقف على سطح المسجد مثلا. تمام؟ فشوف المسافة اللي اترفعت قد ايه؟ بص يا فندم، تعالى يا فندم. تعالى. الباب ده دايما في المآذن بيوصلني لسطح المسجد. تمام؟ فبالتالي العصر العثماني لما جه رفع المسجد رفع السقف المسافه دي كلها وبقى الباب من الداخل. المفروض السقف دايما مع المسمى بتاع المسمى اللي هو الخارجي. انا طبعا كده السقف اترفع، طبعا السقف اترفع واضحه قوي يعني. وبالتالي ان المسجد اتبنى في عصر واتجدد في عصر ثاني. في حاجه ثانيه هنثبتها دلوقتي. ده تعريف العمدان كلها منقوله هو ده، ومقصوره يا جماعه فيها كل انواع الفرق اللي احنا ممكن نتخيله وكل انواع الفن اللي احنا ممكن نتخيله في اعمال الخشب. الله، المقصوره خشب موجوده من بره. بصوا يا جماعه المشكات اللي جوه دي شكلها عامل ازاي. حتى عامل التبادل. حتى هنا عامل تبادل خشب. هذا شغال يا فندم عشان هنزل. سيدي محمد ظهير. هذا مقام سيدي محمد ظهير عاملها بالخشب اللي هو صاحب المقام ده. بس ده مسجد ابو المكارم. محمد ظهير الدين ابو المكارم. هو نفس مش فعلا انواع الخشب عجيبه يا فندم. كل ده اعمال تجميع وتعشير بدون شغل مسمار. عارف حضرتك لو بصيتي استاذه ممكن نتكلم، لو بصيتي من كام اجمد اعمال حتى المقصوره سقف المقصوره من الخارج تعالى كده لونه بالالوان الطبيعيه اللي موجوده ما عندناش فيها اي حاجه على فكره. تعالى يا استاذه. ما شفناش انواع الفرد، انواع دي مش شايفينها. انواع كتير. سيدي ظهير الدين. هي اصلها معموله الحروف بطريقه في حروف طالعه يعني. هذا فهنا باينه بقى داخله طالعه فوق كده. بتتميز بايه بقى؟ ما احنا بنقول فوق بتتميز بايه؟ دي مقصوره انا بعتبرها رقم 3 في المقاصير اللي موجوده في مدينه فوق، يعني في اعلى منها كمان. محلي طبعا واسماء الصناع موجوده على شغل فوق طبعا. ما انا بقول لحضرتك انها لا ما اتجددتش زي ما هي. لا احنا بس مجرد بس ايه ان احنا بنحافظ على الخشب، بنبخر الخشب ونعمله ونرجع ندهنه تاني عشان نحافظ على المقصوره زي ما هي. المنبر برضو نفس الكلام زي ما هو، ما عملناش فيه اي حاجه. المنبر بتاع المسجد وده برضه من اول المسجد ما اتعمل. وانا فاكره يا اهلا وسهلا كده. الاعمده ده يعتبر الرخاميه. بما ان هو اصله مملوك واتجدد في العثماني، اقدم معمار او حسن اقدم نصر الله ده مملوكي برضه. انا ادي لحضرتك التواريخ بالظبط هخليها معاك برضه يا جماعه. على فكره اللي اكد لي ده جريك رومان ده اللي اكد لي واضح اللي هو محتاج العمود موجودين في المحراب. احنا بنشتغل ترميم هنا زخرفه المنجور اللي هي المملوكيه الاصليه وفوقيها الزخرفه اللي احنا شايفينها دلوقتي اللي هي اتعملت في العصر العثماني. دي تعتبر مملوكيه، المنجور ده يعتبر مملوكي. هو منجور رشيد. حضرتك المنجور بقى سمه في وجه البحر مش موجود في القوه والرشيد في اجزاء في اسكندريه. ما تلاقيهوش في القاهره بس، ما تلاقيهوش في الصعيد. المنجور ده اللي هو بيبقى العرموز بتاعه بره كده. لا ده مش العرموز بقى حضرتك. المنجور عباره عن ايه؟ شايف ورش الطوب حضرتك؟ طوب بلدي بيتم حرق الطوب فيها حرق جيد فبيطلع نوعين من الطوب. طوبه مايله للسواد وطوبه واخده اللون البني. فالنجر اللي هو بيساويهم جايه من النجار اللي هو بيساويه فبيساوي الطوبتين دول وبيعمل بيهم حاجه بنسميها الاديه والشناوه بطريقه البن وبيفصل بينهم بحاجه بنسميها الكحله البارزه اللي هي بلون الابيض. الكحله انتوا بتقولوا عليها بنسميها الكحله البارزه. بس بارد بيبقى بارد. في نوعين في النوع البارز حضرتك ده بيستخدم في المدافع وفي اللي هو الفقيصه اللي احنا هتلاقيها حضرتك في الرابع هنشوفه دلوقتي بتبقى ماشيه مع عشان نعرف مع البناء. تركي وعثماني.
شغل الابن ده اه ده حديث العصرين دول بس. ده ملوش علاقه بشغل الراجل. ما هو حاجه احنا لقيناه كده وحافظنا عليه.